السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ سنة أولى إعدادي احنا خدنا مع بعض أول درس في التناسب. إن شاء الله هنكمل على موضوع التناسب وهناخد تاني درس اسمه تطبيقات النسبة والتناسب، وأول جزء عندك في التطبيقات اسمه مقياس الرسم. طيب إيه مقياس الرسم؟ أنت دلوقتي لما بتيجي مثلا نرسم خريطة في الدراسات، هل هو بيجي يرسم الخريطة بنفس الأطوال؟ يعني أنت مثلا المسافة عندك بين القاهرة وإسماعيلية وليكن في حدود 200 ل 300 كيلو، هرسم لك على الخريطه 200 ل 300 كيلو؟ لا طبعا، بيجي ياخد مقاسات معينه يرسم بيها الخريطه. انت بتلاقي المسافه دي مثلا في الخريطه بتمثل 2 ل 3 سم، يعني بيمثل مثلا ان كل 100 كيلو ب1 سم. لما بتيجي مثلا تتصور الصوره اللي انت بتتصورها دي، هل بتتصورها بطولك الحقيقي؟ لا، بيديك طبعا ابعاد مختلفه عن طولك الحقيقي، هو نفس الشكل بس بابعاد مصغره. طيب لما تيجي مثلا نرسم فراشه او بنرسم حشره، هل الراجل اللي بيرسم الفراشه او الحشره ده بيرسمها بنفس البعد بتاعها؟ لا، الفراشه يعني في الحقيقه بتبقى صغيره، هو بيحاول يكبرها عشان تبان ويبان الشكل بتاعها. كل الشغل اللي احنا بنعمله ده سواء في خرائط سواء في تصوير سواء ان انا باجي ارسم، بعمل حاجه اسمها مقياس رسم. يعني ايه مقياس رسم؟ يعني المسافات اللي عندي بستخدمها بمسافات تانيه مختلفه. طيب مقياس الرسم ده ليه قانون؟ طبعا مش هنشتغل كده بالبركه يعني. قانون مقياس الرسم بتاعنا بيقول لك ايه؟ ان الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. يعني انا باجي اشوف الطول في الرسم قد ايه والطول في الحقيقه قد ايه واقسمهم على بعض يدوني مقياس الرسم. طيب قبل ما نخش في درس مقياس الرسم، تعال افكرك في حاجه مهمه جدا اللي هي التحويلات. تعال نفتكر مع بعض كده ايه التحويلات دي يا مستر؟ كنا واخدين في ابتدائي لما نيجي نحول مثلا من كيلو متر لمتر، او من المتر للديسي متر، ومن الديسي متر للسنتيمتر، ومن السنتيمتر للملي متر. تعال نفتكر كده مع بعض، من كيلو متر لمتر كان ما بينهم 1000. الله ينور عليك. طب من المتر للديسي ما بينهم كام؟ ايوه سامع واحد بيقول لي 10 اهو، جدع. طب من الديسي للسنتي كام؟ 10 برضو. طب من السنتي للملي متر كام؟ 10. لما كنا بنيجي نحول من الكبير للصغير نضرب، يعني من كيلو متر لمتر مثلا نضرب. لما باجي اعكس احول من الصغير للكبير نقسم. الجزئيه دي مهمه جدا معاك في مقياس الرسم، لان احنا هنحول وحدات كتير واحنا شغالين. طيب تعالى بقى كده مع بعض نعرف ازاي نحل مقياس الرسم، ولو جالنا سؤال في مقياس الرسم ازاي نشتغل عليه. خلي بالك في مقياس الرسم هو بيجي يطلب حاجه من الثلاثه، يا بيجي يطلب مقياس الرسم نفسه، يا اما يكون هو مديك مقياس الرسم ومديك مثلا الطول في الرسم وعاوز الطول في الحقيقه، او العكس مديك مقياس الرسم والطول في الحقيقه وعايز الطول في الرسم. هو السؤال مش هيطلع من بره حاجه من الثلاثه دول. طب تعالى مع بعض كده ناخد اول مثال ونعرف ازاي نحل. يلا بينا. اول سؤال بيقول لك اذا كانت المسافه بين مدينتين 80 كيلو متر. طب بالعقل كده ال 80 كيلو ده اكيد البعد الحقيقي، يعني مش البعد في الصوره يعني. والمسافه بينهما على الخريطه، كلمه المسافه على الخريطه او المسافه في النموذج او المسافه في الصوره، كل ده بالنسبه لي اسمه الطول في الرسم. المسافه على الخريطه 4 سم. قال لك اوجد مقياس الرسم لهذه الخريطه. على طول كده وانت مغمض عينيك، مقياس الرسم ده انا بعمل الخطوه دي على طول ثابته في اي مساله ليه. بنيجي نقول الطول في الرسم الطول في الرسم، وهنا الطول الحقيقي. خلي بالك، على الشمال الطول في الرسم، على اليمين الطول الحقيقي. طب تعالى كده نقرا المسألة بتاعتنا ونترجمها بالراحة. قال لك المسافة بين مدينتين 80 كيلو، يعني ال 80 كيلو ده البعد الحقيقي اهو 80 كيلو متر. والمسافة بينهما على الخريطة 4 سم، يعني الطول في الرسم 4 سم. جميل. طيب عاوزين مقياس الرسم. قبل ما اجيب مقياس الرسم لازم احول، ما ينفعش اشتغل على الوحدات المختلفة. طب انا عندي هنا كيلو وعندي هنا سنتي.
طب تعالى نرجع مع بعض كده صفحة واحدة وافكرك بالوحدات. من الكيلو للسنتي، لو حطينا ايدينا على الكيلو وايد على السنتي هنبص كده هنلاقي معانا كام صفر؟ 1 2 3 4 5 5 اصفار، وهنحط معاهم الواحد، يعني 1 و5 اصفار اللي هو 100 ايه؟ 1000. ما بين الكيلو والسنتي 100,000. طب تعالى كده نحول. انا عاوز احول من الكيلو للسنتي، يعني من الكبير للصغير، يبقى هنضرب في 100,000 اهو. ال 100,000 1 و5 اصفار. طب السنتي لا، سيبه بقى زي ما هو، انت بتحول واحده، يا بتحول الكيلو يا بتحول الايه؟ السنتي. وانا بفضل ان انت تتحول من الكبير للصغير عشان تضرب، عشان ما تخشش في علامات عشريه وتعرف نفسك. طب تعالى نحول من الكيلو للسنتي، هضرب في 100,000. تعالى نكمل المساله، يبقى الاربعه تنزل زي ما هي الى 80 في 100,000. هنكتب 8 وقدامها كام صفر بقى؟ ادينا صفر 2 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 صفار. 1 2 3 4 5 6، يعني 8 مليون. طيب برضه لسه ما جبتش مقياس الرسم، هجيبه ازاي؟ بنقسم الرقم اللي على الشمال على الرقم اللي على اليمين. يعني اقول له مقياس الرسم، مقياس الرسم بيساوي، هقسم الأربعة على ال8 مليون. لو الموضوع معاك فيه معضلة بتطلع الآلة بتاعتك اهي، شغل آلتك. أنا أقول له 4 على 8 وقدامها 6 صفار. 1 2 3 4 5 6، وادوس يساوي، هيبقى 1 على 2 مليون اهو. هتساوي 1 على 2 مليون اللي هي بتساوي 1 إلى 2 مليون. ده كده مقياس الرسم. طب تعال نشوف السؤال الثاني. بيقول لك صورة مكبرة لحشرة إذا كان طولها الحقيقي 5/10 ملم وطولها في الصورة 7.5 سم، أوجد مقياس الرسم. طب تعال نشتغلها كده في صفحة جديدة. هنا بيقول لك إذا كان صورة مكبرة لحشرة أهو، طولها الحقيقي 5/10 ملم وطولها في الصورة 7.5 سم، عاوزين مقياس الرسم. تعالى نجيب مع بعض مقياس الرسم. اتفقنا ان احنا نكتب في مقياس الرسم. ايوه، عندي حاجه ثابته بشتغل بيها، الطول في الرسم الى الطول الحقيقي. طيب الطول في الرسم كان كام؟ الطول في الرسم عندي 7.5 سم. 7.5 سم، واكتب الوحده. خلي بالك عشان هيحصل عندنا تحويل. الطول الحقيقي 5/10 سم او 5/10 ملم، اسف. طيب هعمل تحويله، قلت لك دايما بتحول من الوحده الكبيره للوحده الصغيره. طب الوحده الكبيره عندي هنا سنتي، احولها للوحده الصغيره ملي، يبقى هنضرب في 10. هنضرب 7.5 في 10 على الآلة أهي. لو أنت مش عارف تستخدم الآلة بطلعها قدامك أهو. أدي 7 علامة، العلامة اللي هي النقطة دي، 5/10 في 10 هتساوي 75. يبقى حولنا ده كده 75 إلى ده 5/10 زي ما هو. طب إحنا اتفقنا بنجيب مقياس الرسم إزاي؟ مقياس الرسم يساوي، بنقسم الرقم اللي على الشمال على الرقم اللي على اليمين. 75 على 5/10 اهي. 75 على 5/10 هيساوي 150. طب خلي بالك لما بيطلع لك رقم صحيح كده بعتبره على 1 عشان يبقى عندي
شكل النسبة 150 على 1 أو ممكن نقولها في الشكل ده 150 إلى 1. بكتب البسط على الشمال والمقام على اليمين. طيب ده لو بيجي يطلب مقياس الرسم. طب تعالوا نشوف مع بعض كده فكرة تانية. قبل ما نخش في الفكرة التانية، المخطط ده مهم جدا لأن ساعات بيجي يسألنا عليه في الامتحان. أنا مقياس الرسم اللي عندي بيعمل حاجة من الاتنين، يا بيعمل تكبير يا بيعمل تصغير. يعني احنا في البداية قلنا لو أنا برسم مسافة بين مدينتين ما برسمهاش بنفس الحقيقة، ده أنا بعمل لها حاجة إيه؟ بصغر المسافة، فأنا عملت عملية تصغير. طيب لو جيت مثلا رسمت حشرة، لا الحشرة في الحقيقة بتبقى صغيرة، فأنا بعمل لها عملية تكبير. طب امتى المقياس الرسم عندي اعرف ان هو تصغير وامتى اعرف ان هو تكبير؟ لو مقياس الرسم اكبر من الواحد يبقى ده للتكبير. يعني المسألة مثلا انا مديك مقياس الرسم، الرقم اللي على الشمال اكبر من الرقم اللي على اليمين يبقى ده اسمه تكبير، او البسط اكبر من المقام يبقى برضه تكبير. طب لو جينا بقى كان اصغر من الواحد، بديهي يبقى تصغير. اصغر من الواحد يعني الرقم المره دي اللي على الشمال هو اللي اصغر من على اليمين، يبقى ده بيدل على التصغير. الحاجتين دول مهمين جدا عشان بيجي يسالك عليهم في الامتحان. ممكن يجي يجيب لك مقياس رسم يقول لك مثلا ايه؟ مقياس الرسم وليكن 200 إلى 3، يدل على طالما اللي على الشمال اكبر من اللي على اليمين يبقى بيدل على التكبير، بيدل على الايه؟ التكبير. طب تعالى معايا كده في مساله بقى، لو هو مديني مقياس الرسم وطالب طول في رسم او طول في حقيقه. يعني يقول لك ايه؟ اذا كانت المسافه بين مدينتين 24 كيلو، احنا قلنا ده اكيد الطول في الايه؟ في الحقيقه. فاوجد المسافه بينهما بالسنتيمترات على خريطه مرسومه بمقياس رسم 1 إلى 400,000. هو مديك مقياس الرسم، يبقى هنقول له كده على طول الحاجه الثابته اللي احنا بنعملها، الطول في الرسم الله ينور عليك الى الطول الحقيقي. طيب مقياس الرسم الراجل مديهولك ايه؟ اهو 1 إلى 400,000، يبقى الواحد تحت كلمة الطول في الرسم، الشمال تحت الشمال واليمين تحت اليمين، إلى 400,000. تعال نكمل بقية ترجمة المسألة. قال لك وايه؟ إذا كانت المسافة بين مدينتين 24 كيلو، أكيد ال 24 كيلو ده هتتحط في الحقيقة أهو تحت الطول في الحقيقة. اوجد الطول في الرسم، فاحنا نعتبر الطول في الرسم عندي إكس. طب الراجل عاوز الطول في الرسم بالإيه؟ خلي بالك من الوحدة بالسنتيمتر، بس ما تحولش دلوقتي، استناني للآخر. طب تعال أول نجيب الإكس، هنقول الإكس بتساوي 1 في 24 على 400,000. واستنى بقى كده، استنى كده شويه، هو ده كيلو وانا عاوز احوله للايه؟ للسنتي، يعني من الكبير للصغير. ولو تفتكر في البدايه قلت لك ما بين الكيلو والسنتي 100,000، يبقى هنضرب في 100,000. واوعى تنسى يا حماده تضرب في 100,000 عشان ما تروحش في داهيه في التحويله بالذات وما تلاقيش الآلة معاك بتخرف. فاضرب من بدري كده عشان ما تديش ارقام طالعه غريبه وترجع تلطم. طب تعالى نحول، هنكتب الشكل ده على الآلة اهو، 1 في 24 على 400,000، 1 2 3 4 5، واطلع في الجنب قول له بالمره خد لي معاك ال 100,000 دي عشان نخلص منها. 1 2 3 هتساوي في الاخر كام؟ 6. يبقى المسافه في الرسم هتطلع ب6 سنتيمتر. يبقى انا حولت واشتغلت وجبت كله مره واحده وقلت له السلام عليكم ومسالتك عندك اهي. طب تعالى على مساله ثانيه كده. لو جينا قلنا اذا كان مقياس الرسم على الخريطه 1 إلى 500,000 وكانت المسافه بين مدينتين على الخريطه، يبقى ده كده الطول في الرسم. ماشي يا عم، شكرا جزيلا. اوجد المسافه الحقيقيه بين المدينتين. طيب مستر هو مش مديني وحده. بص، لما اجي اجيب مسافات على الخريطه ومسافه على الحقيقه يبقى كده لازم تحول المسافه الحقيقيه لكيلومتر حتى لو ما طلبش، عشان شكل الرقم ما يطلعش عندك شكل خض.
لان انا اكيد مش هجيب المسافه بين اسماعيليه مثلا والقاهره بالسنتيمتر في الحقيقه يعني، مش همسك مسطره وافضل اقيس بيها. يبقى هنا هنقول له انا معنى كده ان انا هجيب الطول الحقيقي ده في الاخر كده بالكيلومتر، حتى لو هو ما طلبش حولها انت كيلومتر. طب تعالى كده نكتب الطول في الرسم الى الطول الحقيقي. مقياس الرسم الشمال تحت الشمال واليمين تحت اليمين اهو. طب الراجل قايل لك الطول في الرسم 3 سم، يبقى تحت الطول في الرسم اكتب 3 سم. طب انا عاوز الطول الحقيقي اكس، وما تنساش ان انت عايز اكس دي بالكيلو متر. طيب هنقول له اكس تساوي يلا على طول معايا كده 3 في 500,000 على 1. قبل ما تجيب الناتج استناني برهه من الزمن، ده سنتي المره دي وعاوز احوله للكيلو مش بمزاجي بقى، هو فرض عليا ان انا لازم احول من السنتي للايه؟ للكيلو. يعني انا هحول من الصغير للكبير، يبقى هنعمل عمليه قسمه. هتقسم على كام يا حماده؟ هنقسم على 100,000 اهو. واوعى تنسى وركز في التحويل عشان مهمه جدا. على 100,000 بالمره بره كده، وخدها معاك وانت ماشي. طب تعالى نقسم اهو. اعمل كسرك 3 في 500,000 1 2 3 على 1، واطلع في الجنب بالمره على 100,000. 1 2 3 4 5 دي يساوي، هديك الرقم مظبوط هتقول له بيساوي 15 كيلو متر. ده كده المسافه بين المدينتين في الحقيقه. طب تعالى معايا كده في السؤال اللي بعده. هنا مقياس الرسم خلي بالك ممكن يجي لك في شكل خط اعداد كده، فركز في الحته دي برضه عشان مهمه. هو هنا معناها ايه؟ معناها ان كل 1 سم في الرسم يمثل لي 20 كيلو متر في الحقيقه اهو. 0 20 40 وهكذا. تاني لما اديك الشكل ده، طب افرض مثلا كنا عاملينها كده 0 50 100 وانا ماشي كده مثلا 150 وقلت لك في الاخر كيلو متر، يبقى هنا كل 1 سم يمثل لي 50 كيلو. باخد الرقم التاني اللي بعد الصفر. طب تعالى معايا كده على مثال برضو تاني. اصحى كده وفوق معايا. بيقول لك صورة لشجرة مرسومة بمقياس رسم 1 إلى 100. جميل. فإذا كان ارتفاع الشجرة الحقيقي 8 أمتار، عسل أوي. اوجد ارتفاع الشجرة في الصورة. برضه هو ما طلبش إن أنا أحول، بس لما بجيب الحاجة في الصورة خليها بالسنتي عشان يطلع الرقم كويس. قلنا طب هنا هنقول الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. الطول في الرسم 1 والطول الحقيقي 100. جميل. قال لك فإذا كان ارتفاع الشجرة الحقيقي، يبقى ده تحت الطول الحقيقي هنا 8 متر، إلى أنا عاوز الطول في الرسم الإكس بالسنتي، يبقى هنقول له إكس تساوي 8 في 1 على 100. استنى شوية يا حمادة. هنحول من المتر للإيه؟ للسنتي، من الكبير للصغير. اضرب في 100 واتكل على الله يبقى 8 في 1 على 100 في 100 يطلع ب 8 زي ما هو ب 8 سم، هيساوي 8 سنتيمتر. ده الطول في الايه؟ في الرسم. طول الشجره عندي لما اجي ارسمها. طيب السؤال اللي بعده قال لك إذا كانت المسافة بين مدينتين في إحدى الخرائط 14 سم. جميل. اوجد البعد الحقيقي بين المدينتين بالكيلومتر إذا كان مقياس الرسم. بص الخبيث مديك المقياس في الآخر أهو، عشان ما تجيش تقول لي مقياس الرسم فين؟ لا، قلت لك في الآخر أهو. مقياس الرسم 1 إلى 3 مليون. جميل. يبقى نقول له هنا الطول في الرسم الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي.
1/3 مليون. طيب ورجع قال لك ايه؟ المسافة بين المدينتين على الخريطة 14 سم، يبقى المسافة على الخريطة يعني دي في الرسم ب 14 سم. جميل. إلى الإكس، هو عاوز الإكس هنا برضه فارضها المرة دي أهو بالكيلو. يلا شغل ها. يبقى إكس بتساوي 14 في 3 مليون على 1. قبل ما نكمل المسألة ها، أنا هحول من السنتي للإيه؟ للكيلو. اقسم على 100,000. هنعتبرها تحت كده عشان المكان مش هيقضي عندنا هنا. هنقول له على تحت اهي 100,000. 1 2 3 لا ثواني. على 100,000. 1 2 3 4 5. نعملها على الآلة أهو. اضرب 14 في 3 مليون. 1 2 3 4 5 6 على 1، واطلع في الجنب على 1 2 3 4 5. ده يساوي هتطلع 420 كيلو متر. 420 كيلو متر. السؤال اللي بعده قال لك إذا كان مقياس الرسم على الخريطة 1/4 مليون، وكانت المسافة الحقيقية بين مدينتين تساوي 350 كيلو، اوجد المسافة على الخريطة بين مدينتين. لا المفروض احنا حفظنا خلاص، احنا حلينا قدامك يجي 3 4 5 6 7 مسائل. يبقى هنقول له الطول في الرسم بيساوي، او الطول في الرسم اسف، الى الطول الحقيقي. الطول في الرسم الى الطول الحقيقي 1/4 مليون وكانت المسافة الحقيقية بين مدينتين تساوي 350 كيلو متر. 350 كيلو متر. اوجد المسافة على الخريطة، هتبقى دي اكس. طبعا احنا اتفقنا على الخريطة حتى لو هو ما طلبش بالسنتي، هاتها انت بالسنتي يا عم وخليها عليك مفيش مشكلة. يبقى هنا اكس عاوزينها بالسنتي. يبقى اكس بتساوي 1 في 350 على 4 مليون. طيب ما تنساش هتحول من الكيلو للسنتي. اضرب على طول في 100,000 يا حمادة واشتغل. طلع الآلة الجميلة. 1 في 350 على 4 مليون. 1 2 3 4 5 6 على 100,000. 1 2 3 4 5. دي يساوي هتطلع، لا اسف احنا المفروض نضرب، معلش انا قسمت هنا 1 2 3 4 5. هنمسح القسمة ونخليها فيه. طيب نصر ال 35 على 4 من 10 دي احولها لكسر 10 ازاي، او قصدي 35 على 4 اسف. دوس على زرار الاس دي اهو، يبقى 8 75 من 100. 8 75 من 100 سنتيمتر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 10 سم وكان البعد الحقيقي بينهما 120 كيلو، أوجد مقياس رسم الخريطة إذا كانت المسافة بين مدينتين أخرين على نفس الخريطة 6 سم، أوجد البعد الحقيقي بين هاتين المدينتين. والله يا عم الحاج احنا مش فاهمين منك حاجة، أنت عمال ترغي. تعالى بالراحة نفصص المسألة نشوف هو عايز إيه. هو بيقول لك إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 10 سم. جميل. والبعد الحقيقي 120 كيلو. عسل. اوجد مقياس رسم الخريطه، ده اول مطلوب. يعني عايز مقياس رسم الخريطه دي. ماشي. قال لك بقى بعد ما تجيب لي مقياس الرسم خليك جدع كده وهات لي ايه؟
المسافة بين مدينتين آخرين على نفس الخريطة. يعني في مدينتين تانيين على نفس الخريطة المسافة بينهم 6 سم. عايزين نعرف بقى المسافة الحقيقية تبقى كام، ده بس بعد ما اجيب مقياس الايه؟ الرسم. طب تعالى نجيب المطلوب الأولاني اللي هو مقياس الرسم. هنقول له الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي، زي الحب الحقيقي كده. طيب هنا بقول لك إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 10 سم، يبقى ده الطول في الرسم 10 سم. إلى البعد الحقيقي بينهما 120 كيلو متر. طب عشان أجيب مقياس الرسم قلنا لازم نحول. طب أنا هنا مش فارض عليك تحويلة معينة، فعشان خاطر يحول من الكبير للصغير يبقى هنضرب في 100,000. طيب نكمل المسألة. ال 10 سم تنزل زي ما هي، خلاص 10 هي مش محتاج كلمة سم. أكتب ال 120 وادي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. طب أجيب مقياس الرسم إزاي؟ اقسم شمال على يمين أهو. يبقى نقول له هنا مقياس الرسم يساوي 10 على ادي 1 12 ادي 1 2 3 4 5 6 6 صفار 1 2 3 4 5 6. هتعملها على الآلة هيطلع لك 1 وادي 12 و5 صفار 1 2 3 4 5. يبقى مقياس الرسم عندك مقياس الرسم 1 إلى 1,200,000. ده مقياس الرسم، ده المطلوب الأولاني. طب المطلوب الثاني رجع لك أوجد البعد الحقيقي بين هاتين المدينتين. لو أنا اديتك إن الطول في الرسم ما بينهم 6، طب هنجيب البعد الحقيقي إزاي؟ هنقول له الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. هنكتب الأول مقياس الرسم اللي احنا جبناه اللي هو كان عبارة عن 1 إلى 1,200,000. 1 إلى 1,200,000. طيب تعالى نشوف بقية المعلومات. قال لك الطول في الرسم أو الطول على الخريطة 6 سم أهو 6 سم. عاوزين الطول الحقيقي بالكيلو متر. يبقى نقول له إكس تساوي 6 في 1,200,000 على 1. طيب هنا هحول من السنتي للكيلو يبقى على 100,000 على طول عشان تريح دماغك. قالتك الجميلة 6 في 1,200,000 1 2 3 4 5 على 1 على 1 2 3 4 5 يطلع 72 كيلو متر. طيب وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الدرس الثاني وهو درس مقياس الرسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.